ايه رأيكم نعمل مع بعض جلسة تابنج بالاي اف تي علشان نتعلم البيزكس بتاعتها ونعرف ازاي نعملها لوحدنا. اول حاجة بنعرفها ايه هو الشعور اللي مضايقني دلوقتي او مأثر على مودي. الاي اف تي حلو جدا لتحرر اي مشاعر سلبية عندي. فمثلا لو هنشتغل دلوقتي على شعور الغصب، لو انا حاسس ان انا في موقف انا مغصوب عليه او مغصوب على شخص او مغصوب على اي حاجة، فاول حاجه بعملها اني بحدد الشعور. تاني حاجه حلو جدا لو عرفت اربط ما بين الشعور والاحساس اللي في جسمي. فمثلا بقول ان الشعور غصب وحاسه في صدري او في معدتي او في اي مكان انا بختاره او بحسه يعني. تاني حاجه ونقطه مهمه جدا هي ان انا اقيس شده الشعور من 0 ل10. 0 يعني انا مش حاسس بمشاعر خالص، 10 انا مش قادره اقعد من كتر قوه الشعور. فمثلا بقول انا حاسس دلوقتي بالغصب على الموقف الفلاني 5 من 10. يبقى انا كده قدرت احدد الشعور والاحساس وشدة الشعور. ابدا اول حاجة في الجلسة اعمل حاجة اسمها جملة الاستعداد. جملة الاستعداد بتبدأ دايما بكلمة بالرغم من، الا اني بحس بكذا كذا كذا. بالرغم من الشعور الفلاني الا اني بحس بالاحترام او بحس اني بحب نفسي وبقدر نفسي. الجملة دي ساحرة لانها بتعزز الثقة في النفس وبتعمل حيادية، بتخلينا محايدين اتجاه الشعور السلبي والايجابي. فبعد كده انا بقول الجملة دي 3 مرات وبعمل تابنج على نقطة الكاراتيه، دي اسمها نقطة الكاراتيه. الخطوة اللي بعد كده بعد ما اعمل دي 3 مرات بحط ايدي على النقط بالترتيب اللي احنا عارفينه. كل مكان انا بخطط عليه 9 مرات او اكتر. بعمل تابنج كده 9 مرات او اكتر. في المناطق دي كلها هقول جملة مختصرة عشان ما لخبطش نفسي. هقول الشعور وشدته، الشعور وشدته. غصب شدته 5 من 10، غصب شدته 5 من 10. وبكده تبقى الجلسة خلصت. تعالوا نعملها مع بعض، يلا بينا. بالرغم من إحساسي بالغصب اللي موجود في معدتي اللي شدته 5 من 10، إلا إني بقدر نفسي وبحب نفسي بقوة وبعمق. بالرغم من إحساسي بالغصب اللي موجود في معدتي اللي شدته 5 من 10، إلا إني بقدر نفسي وبحب نفسي بقوة وبعمق. بالرغم من إحساسي بالغضب اللي شدته 5 من 10، إلا إني بقدر نفسي وبحب نفسي بقوة وبعمق. غضب 5 من 10، غضب 5 من 10. بين آخر الحاجب غضب 5 من 10. تحت العين غضب 5 من 10. تحت الأنف غضب 5 من 10. تحت الفم غضب 5 من 10. تحت عظمة الترقوة غضب 5 من 10. تحت الباط غضب 5 من 10. انا مش بقول المكان، انا بس بقول لكم انتوا المكان عشان تبقوا عارفينه، لكن وانا بعمل السيشن مش محتاجه اقول المكان. بعدين امسك صباع صباع من عند الضوافر في الجنب واقول غض 5 من 10. 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 وبعدين الافضل يكون فاتح ايدي ورجلي. اخد شهيق، زفير. اخد شهيق واكتم 5 عدات واطلع زفير. شهيق 1 2 3 4 5 طلع زفير. اخد شهيق واكتم 10 عدات واطلع الزفير. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وارجع اقيس الشعور تاني. لو الشعور قل لغاية 3 حلو قوي، انا خلاص يعني لغاية من 0 ل2 انا مش محتاجة اعيد السيشن، الباقي هيتحرر لوحده. لكن لو كان الشعور حدته عالية جدا 10 من 10 وعندي خوف او قلق او توتر مثلا 10 من 10، بعد اول مرة وصل 7 أو 6 بعيد نفس الخطوات تاني. الموضوع سهل جدا وبسيط، ودي البيزكس بتاعت الاي اف تي. جربوها وقولوا لي اخباركم ايه.